من الوصفات الصيفية، الوصفات السهلة والسريعة، جبت لكم حبيباتي اليوم هذا الوصفة نتاع أقراتا الباذنجان اللي يجي محشي بطريقة بزاف بنينة بزاف هايلة، بواحد لاصوص ما شاء الله بزاف بنينة، ويجي مفرمج ما شاء الله. لمحبي الوصفات نتاع الباذنجان ما عليكم غير تتبعوا هذا الفيديو، اكيد راح تعجبكم الوصفة. وهنا حبيباتي راح نقول لكم لأول مرة تدخل القناة ما تنساش تخلي لي اشتراك للقناة وتفعل لي الجرس باش يلحقوكم جديد وصفاتي. ونقول لكم حبيباتي متابعة طيبة. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. إن شاء الله تلقاكم كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. ما تنساونيش وما تنساوش تخليوا لي جيم للفيديو إذا عجبتكم الوصفة. راح نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا البنات، انا بديت اول حاجه بالبصله، يعني رحيت كميه مليحه تاع البصله. عصرتها، يعني عصرتها من هذاك الماء هذيك اللي معصوره، راح ندير بها لاصوص، والاخرى راح نديرها في الحشو. هنا حبيباتي جبت زوج حبات نتاع باذنجان. هنا كانت عندي يعني حبه وحبه ونص يعني كبير. كما راكم تشوفوا قشرتهم بهذه الطريقه. شوفوا لي المرحله. هنا تقشروه يعني ما تقشروهش كامل، خليوه يعني شويه، ديروها يعني خط بخط. كما راكم تشوفوا البنات، هنايا بعد ما قشرت الباذنجان تاعي هنايا بديت نقسمه بهذا الطريقه. لازم يجي على شكل ورقه كما راكم تشوفوا، يجي يعني رقيقه، ما يجيش خشين بزاف. باه من بعد كي تحشيوه راه يتحشى معكم، يعني راح يتلوى معكم عادي، يعني تروله معكم عادي. المهم حبيباتي، هنا شوفوا كيفاه قصيتو. وهنا هذه الحبة الثانية اللي كانت عندي غير نص، مش حبة كاملة. زدت قطعتها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. هنا حبيباتي جبت هذا السنيوة عفوا، جبت هذا السنيوة اللي كنت فرشت لها ورق الطهي، وستفت هذوك الباذنجان تاعي بهذا الطريقة، ورايحة ندهنهم بكمية نتاع الزيت كما راكم تشوفوا. راح ندهنهم كامل وراح ندخلهم للفرن، يعني يطيبوا منا، وبعد راح نزيد نقلبهم على الجهة الثانية، يعني يطيبوا مليح، ورايحة نحيهم ورايحة نحشيهم. اكيد تبعوا برك الفيديو خطوه بخطوه باش كي تجوا يعني تجربوها راح تنجحوا في الوصفه تاعكم. يعني هذه الوصفه راهي سهله مهله، مش راح تدي معكم وقت كبير. هنايا حطيت بعد ما حطيت هذوك الباذنجان تاعنا عفوا، حطيته في الفرن. حطيت المقله تاعي وحطيت فيها كميه نتاع البصل وكميه نتاع الثوم كما راكم تشوفوا البنات. درت لها كميه نتاع الزيت، وبديت نقلي في البصل نتاعي كما راكم تشوفوا البنات. كما راكم تشوفوا البنات، هنا بعد ما يذبال معايا هذاك البصل بهذا الطريقه، يعني نبقى نقلب فيه بشويه بشويه حتى يذبال معنا هذاك البصل نتاعنا، ويبدا ينشف من هذاك الماء، الماء تاعو الزايد. كما راكم تشوفوا البنات، هنا زدت كميه نتاع الهريسه. انا نموت على الهريسه، ديما نحب يعني الماكله تاعي تجي محرحره شويه. درت لها كميه نتاع الهريسه ووقعت نقلب فيها كما راكم تشوفوا البنات، يعني طريقه راهي سهله مهله. هنا حبيباتي راح نديروا يعني حنديروا لاصوص تاعنا. لاصوص هذيك اللي راح نديروها في السنيوه. زدت كميه مليحه نتاع الطوماطيش المرحيه كما راكم تشوفوا البنات، وراح ندير لها شويه نتاع الكمون، وشويه نتاع البابريكا الحلوه، يعني الفلفل العكري، وشويه نتاع فلفل اسود. راح ندير لها ثاني وريقات نتاع الرند باش يعززوا لنا هذيك البنه وتجي بزاف بنينه لاصوص نتاعنا. هنا حبيباتي في مقله واحده اخرى رايحه نحط كميه نتاع الزيت كما راكم تشوفوا، وزدت حطيت هذيك الكميه نتاع البصل اللي كنت عصرتها من الماء باش تجينا الحشوه تاعنا بنينه، وما تخليناش يعني ما تلقناش هذيك المروره نتاع البصله. رايحه نقلبها كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما طيبت هذيك لاصوص حطيتها بجيه.
بديت نخدم في الحشوه تاعي كما راكم تشوفوا. قليت هذيك البصل من بعد ما ذبلت مع هذيك البصيله. هنا كان عندي نصف صدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته، وبديت نطيب في هذاك الصدر تاع الدجاج كما راكم تشوفوا. بديت نحل فيه يعني بالفرشيطه بهذه الطريقه. اذا يعني ما تحلش معاكم هذاك الدجاج ديروا له غير كميه قليله نتاع الماء وراح يبدا يتفتح وحده. هنا زدت درت يعني قيس 2 مغارف نتاع الرز، ودرت راس الحانوت، ودرت الملح. هنا حبيباتي ما تنساوش الملح في لاصوص. انا كنت نسيت ما قلت لكمش بلي ضفت الملح. ودرت كميه مليحه تاع فرماج، فلفل اسود، درت البابريكا، كميه يعني تاع فرماج مليحه باش تعطينا هذيك البنه نتاع الحشوه. درت فرماج رابي كما راكم تشوفوا. هنا قد ما تكثروا فيها يعني انواع تاع الفرامج راح تعطي لكم بواحد البنه ما شاء الله. هنا زدت كملت لها بكميه او رشه مليحه نتاع الكزبر او الدبشه. شوفوا البنات كيفاه جات الحشوه تاعنا، جات مفرمجه وجات ما شاء الله. هنا حطيت لاصوص تاعي في هذاك البول، وحطيت المول تاعي اللي نحط فيه البيضنجان تاعي واللي راح ندخلو للفرن بهذا الشكل. فرشته بلاصوص طوماط كما راكم تشوفوا. وهنا حبيباتي راح نبدا نعمر البيضنجان نتاعي بهذا الحشوه. هذه الحشوه راح تجيكم بزاف بنينه، بالخصوص لانها راهي يعني غنيه بالفيتامينات. واش نقول لكم مع هذوك الفراميج، واش نقول لكم بزاف بنينه. نكمل كامل البيضنجان تاعي كامل نحشيه ونحطوه في ذاك المول بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نستفوا مليح. نحاول يعني نلظم ما بيناتهم، يعني يكونوا ملظوظين في بعضهم باش ما يتفتحوش معنا وتخرج لنا هذيك الحشوه تاعنا في هذيك لاصوص. شوفوا البنات يعني كما قلت لكم الطريقه راهي سهله ماهله، ومش راح تدي معكم الوقت بزاف. يعني هذه الوصفه راهي يعني اسهل يعني منها ما كانش. كما راكم تشوفوا حبيباتي نكمل كامل الكميه بهذا الطريقه. راح نعمروا السنيوه تاعنا او المول تاعنا اللي راح ندخلوه للفرن. هنا حبيباتي حاولوا انكم تخيروا يعني انواع تاع لي مول هذو تاع الدجاج، هما راح يكونوا افضل وافضل خير من هذوك السنيوات تاع الالومنيوم ولا تاع لينوكس. هنا من بعد ما كملت كامل يعني الحبيبات نتاوعي تاع البيضنجان. هنا زدت حطيت عليهم كميه مليحه تاع لاصوص او صوص طوماط كما راكم تشوفوا، ودرت كميه مليحه تاع فرماج وراح ندخلهم للفور حتى يطيبوا معنا. يطيب معنا الكراتان تاعنا وراح تشوفوه كي يطيب. شوفوا البنات الكراتان تاعنا كيفاه جا من اروع ما يكون. جا ما شاء الله، جا روعه، جا مفرمج وجا بزاف بنين. يعني هاد الوصفه غير جربوها، كما قلت لكم وصفه سهله مهله. ومن جهه نغيروا في الاكلات نتاعنا بالخصوص النوع نتاع البيضنجان. يعني تقريبا وليداتنا ما يحبوش ياكلوه، انا وليداتي ما يحبوش ياكلوه، بصح في هذه الانواع نتاع يعني تاع الكراتا والله كي نديرو فيه نعمرو والله نحشيه صدقوني يموتوا عليه ياكلوه والله ما يفيقولوا. يجيهم بزاف بنين مع هذيك الحشوه. شوفوا لي البنات كيفاه جا محشي وجا بزاف بنين. غير طبقوا هذه الوصفه البنات راح تعجبكم بزاف واكيد راح ترجعوا لي الخبر. اللي وصلت معايا لهذه المرحله نقول لكم حبيباتي اتهلاو خليوا لي اشتراك للقناه. نقول لكم حبيباتي فرجه ممتعه.